قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يتساءل: هل البشرية من أبناء هابيل أم من أبناء قابيل؟ فإن كانت من أبناء هابيل فهابيل قد قتل من قبل أخاه، وإن كانوا من أبناء قابيل فقابيل أبناءه قد قتلوا بالطوفان. فإذا أبناء من تكون البشرية؟ في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بعدما قتل ابن أبونا آدم هابيل على يد أخاه قابيل قد رزقه بابن اسمه شيث. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. صدق الله العظيم. سبحانه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا كثيرين إلى قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم، منهم من قصصنا عليك خبرهم ومنهم من لم نقصص عليك. نبي شيث هو الابن الثالث لأبو الأنبياء آدم عليه السلام، ومعناه هبة الله، لأن الله رزقهم إياه بعد حادثة قتل قابيل لأخاه هابيل، وهو جبرا لقلبهما وتعويضا لما عاناه الأبوان بعد قتل الأخ أخاه. ولد شيث وقد كان عمر النبي آدم عليه السلام 130 عاما، وكان شيث صالحا وبارا بوالديه وكان يحب الخير. كان شيث يعين والده في أمر الدعوة. كان آدم عليه السلام بحاجة إلى من يعينه في أمر الدعوة والنصح والإرشاد، خصوصا مع تكاثر وتناسل بني آدم، حيث أن آدم عليه السلام عاش قرابة 1000 سنة، فرأى من بنيه وبني بنيه الكثير. اصطفى الله سبحانه وتعالى من أبناء آدم عليه السلام شيثا عليه السلام لكي يعين في أمر الدعوة. مرضى آدم عليه السلام، وبقرابة 11 يوم قام بتسليم وصيته لابنه شيث عليه السلام. وصية آدم لابنه شيث كانت كالتالي، وهي أن يكمل ما بدأه آدم عليه السلام بالدعوة إلى دين الله تعالى والتوحيد والقيام على أمور المسلمين ورعاية شؤونهم وتطبيق شرع الله في الأرض. ثم دفع الكتاب إلى ابنه شيث وأمره أن يخفيها عن ابنه قابيل، لأنه كان حسودا لقد قتل أخاه هابيل، ويخشى أن يحدث ذلك في حال علمه بوصية أبيه. ذلك قيل أن شيثا كان وصي أبيه آدم في مخلفيه. وبعد مرور عام من موت سيدنا آدم ماتت أمه السيدة حواء، فقامت الملائكة بتعليم شيث كيف تتم عملية الدفن، حيث قام شيث بدفن أمه بنفس الطريقة التي تم دفن والده آدم عليه السلام.